وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وأول مرة أعملها، بصل كتير يعني محشي كتير. النهاردة هعمل لكم محشي وأول مرة أعمله في بيتي، بقالي 7 سنين متجوزة وبجد أول مرة أعمله. أنا دايما كنت بعمله مع مامتي وبساعدها فيه، بس أول مرة أعمله في بيتي صراحة ومن إيدي، فقلت أغير شوية من الأكل وكده، فقلت أجرب المحشي. فبجد عايزة اقولكم طلع تحفة تحفة. يعني مش هقول رأيي، اكيد هاخد رأي جوزي واولادي، فهم قالولي تحفة، فعشان كده جيت قلتلكوا هو تحفة. هنا فرمت البصل، فرمته ناعم، والفيديو لو في اي حاجة انا مش قادرة منتج الصراحة، فقلت هطلع لكم الفيديو كده. وزي ما انتوا شايفين فرمته ناعم، وببدأ بقى الخطوة اللي بعديها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا زيت ومعلقة سمنة بلدي كده محترمة، عشان دي اللي هتدي الطعم. بحط هنا البصل طبعا، والبصل ده بشيل منه معلقة وهقولكوا ليه بعدين. اكيد كلكم عارفين وصفة المحشي يعني، بس طلعت ايه اشارككم يعني، اشارككم فيها كده عشان دي اول مرة اعملها. ببدأ بقى ان انا اسيبه يدبل كده وياخد لون حلو، واسيبكم من الاضاءة خالص لاني لسه نقلة المطبخ جديد، فلسه هعمله اضاءة جديدة. فببدأ ان انا اقلبه كده، وبعد ما تبل وخد لون حلو كده محمر، ببدأ ان انا احط التوم، فصين تومات. التوم ده اختياري، بس انا بحب انوع يعني، فسيبكم من التوم لو مش عايزين تحطوا توم. بعد ما التوم طلع ريحته، ببدأ ان انا احط التوابل ايه، انا عاملة توابل ملح وبابريكا وكزبرة ناشفة، التلاتة دول على بعض بجد بتعمل طعم روعة لأي اكل. فحطيتهم، وحطيت كمان كمون ومعلقة فلفل اسود، بس كده. وما كتريش بهارات عن كده، عشان طبعا عارفين المحشي محبش البهارات، هو ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبابريكا وخلاص، وكمون ما تنسوش الكمون. ببدأ كده اول ما اشم ريحة التوابل، ببدأ احط الطماطم دي حوالي مثلا كده نص كيلو، وعليها نص كوباية مية، عشان حسيت ان هي تقيلة شوية. وبسيبها كده تاخد غلوتين 3 كده مع نفسها، وتقطع في نفسها كده لغاية ما احس ان هي جميلة كده زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ بقى اغطيها واسيبها تتسبك، واغطي النار. وبصوا بقى بعد ما اتسبكت، يا حلاوة يا حلاوة، تعرفوا منين ان هي اتسبكت؟ لما تلاقوا الزيت طعم على الوش كده. بعد كده بقى بطفي عليها، وبحط الخضرة اللي هو شبت وبقدونس وكزبرة، وكمان بحط معلقة البصل انا كنت شايلاها، ونص كيلو رز كده بالمرة، ولو عندك اي حاجة في التلاجة حطوها. ببدأ بقى انا اقلبه، انا بهزر معاكم طبعا. ببدأ ان انا اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما طفيت النار. مش بقلبه كتير عشان ما يعجنش او يتكسر. ببدأ بقى ان انا احشيه. عايزه اقول لكم لونه بجد يفتح النفس ويتاكل اكل كده. حسيت ان هو عايز ملح، فحطيت شويه ملح من اللي انا كنت حطاهم في الاول، اللي عليهم بابريكا وكزبره ناشفه. بصوا لونها بجد روعه، اول مره اجربه بس بجد عجبني وعجب جوزي وعجب الاولاد. هنا بقى بحشي الفلفل، وطبعا بحشي نصه علشان لازم يبقى فيه فراغ كده عشان الرز ياخد راحته ويستوي. ولما يستوي ما يطلعش بره يعني الفلفل او البتنجان او الكوسة او اللي احنا هنعمله يعني، علشان الرز بيزيد لما بيستوي. فانا بعبي نصه كده وبفرغ الهواء اللي فيه، وببدأ ان انا ارصه في الحلة. والحلة طبعا حاطه ورقة كرنب اخضر من اللي انتوا بترميوها دول، علشان بس الفلفل ما يلزقش. وطبعا بحشيه بالمعلقه مش عشان تنكه يعني، لا عشان هو سخن طبعا، كلكم عارفين وكلكم بتعملوا الحركه دي. عايزه اوريهولكوا اهو، بجد هيعجبكوا قوي، وشكله بجد بجد كان يفتح النفس وطعمه. انا كان عندي بقى هنا شوربه لحمه، تمام، وحطيتها تسخن. وبعد كده بقى لما برصهم في الحلة، بحط الشوربة نص الحلة، مش بحط الشوربة في الحلة كلها، لا نص الحلة يا جماعة، علشان هو كده كده اصلا هيستوي بسرعة، فاهمين؟ فما تزودوش مية قوي زي الرز، لا اعملوا بس حطوا الشوربة نص كمية الحلة كده، ونص الباقي فاضي. انت لما تغطيه اول ما يبدأ ان هو يتشرب كده، ببدأ اوطي النار واسيبه يستوي مع نفسه، وهيستوي. عشان في ناس بتبقاش عارفه ان هي تحط ميه قد ايه او شوربه قد ايه. انا بقول لكم نص الحله، حتى في المحشي الكرنب او المحشي ورق عنب كده، لان احنا بنسلقهم.
والفلفل والبتنجان كده كده لما بنحمرهم بيستوي بسرعة، فهم مش محتاجين سوا. فببدأ ان انا احشي كده بايدي على قد ما اقدر، بس هو سخن جدا، فمعلش اعذروني ان انا ما عملتش الكرنب، ما حشيتوش قدامكم، بس هو طلع تحفة. وزي ما انتوا شايفين، اتمنى بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك.